معنيين من أهم المعاني النفسية اللي حقيقي بناخد جلسات كتير قوي عشان نبتدي نتعلمهم في الحياة. موجودين في سورة طه في الآية من الآية 17. بيقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تلك بيمينك يا موسى. فسيدنا موسى بيرد عليه بيقول له: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فربنا برضو قال له: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. طيب، النقطة في إيه المعنيين بقى اللي أنا حابة أقول لحضراتكم عليهم؟ أول معنى هو إن سيدنا موسى كانت العصاية دي بالنسبة له هي معناها إيه؟ بتوكأ عليها، هي السند. وأهش بها على غنمي، بتساعدني في الرزق، ولي فيها مآرب أخرى، بتعمل كمان معايا حاجات كتيرة تانية. فربنا سبحانه وتعالى وهو بيختاره إن هو يبقى رسول، يعني بيحمل رسالة ربنا سبحانه وتعالى، قال له إيه؟ ألقي عصاك. والمعنى هنا إن المعاني اللي أنت شايفها في العصاية دي، إنك أنت سيب إيدك من عليها. وده معنى بنشتغل عليه كتير جدا في الصحة النفسية. ليه؟ لأن من أكتر الحاجات الموجعة اللي بتسبب التعب النفسي هي الحتة بتاعت إيه؟ بتاعت إن أنا ماسك في الدنيا، ماسك في حاجات، ماسك في ممتلكات، ماسك في بشر، بيجيلي تعلق بحاجات كتيرة جدا. فده أول معنى. المعنى التاني اللي مهم جدا ويكاد يكون برضو شكل من أشكال أو شكل يوضح يعني إيه إيمان. لأن معنى كلمة إيمان يا جماعة هي إن أنا أصدق اللي أنا حاجة أنا مش شايفها. يعني الله غيب وأنا بصدق بوجوده، فأنا مصدق بحاجة أنا مش شايفها، حواسي ما تطولهاش. أوكي؟ فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى ألقى العصاية، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ولقاها اتحولت بقت حية. فربنا سبحانه وتعالى قالها: خذها ولا تخف. قوانين الحياة، الإدراك بتاعنا كبني آدمين إن دي خطر، إن دي مصدر أذى، دي حية، يعني إيه أمسكها؟ فالنظر، البصر بيقول إيه؟ بيقول إن ده ضد قوانيني، مش شغال صح. لكن البصيرة، القلب، الإيمان بيقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. وده الجزء التاني أو المعنى التاني اللي أنا عايزة أكلم حضراتكم فيه. لأن في حاجات كتيرة جدا إحنا ما بنقفش فيها عند محدوديتنا وبشريتنا. إحنا عايزين الحاجة تتعمل زي ما إحنا عايزين، وبنستغرب أشكال كتيرة موجودة في الدنيا ظاهرها زي الحية دي، هي ليه عاملة كده؟ لكن باطنها لو إحنا شغلنا بصيرتنا، فعلنا الإيمان في قلوبنا، هنعرف إن إحنا الحاجات دي المفروض نطيعها، علشان نحن أمة سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وعصينا. ربنا يهدينا جميعا.